هموت واخد ابني في حضني. نفسي اروح لأسامة ده واكله بسناني، بس انا عارفه ان دي مش الطريقه اللي اتعامل معاه بيها. بالظبط، عشان كده لازم نفكر كويس قوي قبل ما نعمل اي حاجه. انتوا عارفين انا اكتشفت ايه؟ كل ما احاول افتكر انا اعرف ايه عنه الاقي نفسي مش عارفه اي حاجه. بسيطة، أنا والمعدين اللي معايا نعمل عنه السيرش المحترم ولا كأنه ضيف طلع في حلقة، وأعرف لك عنه كل حاجة. تصدقي دعاء، انا فخوره بيكي قوي والله العظيم. فعلا الواحد مش لاحق يحتفل باللي انت بتعمليه من كتر الظروف اللي احنا بنمر بيها. سيف بس يرجع لحضنك والله العظيم هنحتفل. انا محتاجه اعرف عنه كل حاجه. شغل ايه اللي بيجيب الفلوس دي كلها؟ وازاي واحد في سنه معاه كل ده؟ جماعه انا كان مضحوك عليا، انا فعلا كنت مغفله. استني، مدير الأمن عندنا في القناة لواء على المعاش، هو بيعزني جدا. أنا ممكن أسأله عن أسامة، يعرف لنا حاجة عن أصله، فصله، حاجة أمنية عنه. ايوه كده، اصحي معانا. تصدقوا يا جماعه، انا عمري ما فكرت اقلب وراه. ده انا حتى السوشيال ميديا بتاعته دي عمري ما بصيت فيها. انا عمري ما فتحت السوشيال ميديا بتاعته حتى اشوف كان يعرف مين، كان بيعمل ايه في حياته. انا ازاي كنت كده؟ رحاب، جالك شغل وماله، احنا فيه نفتح السوشيال ميديا ونعملها. مالك يا دنايا؟ جايه معيطه كده ليه؟ ما قلتلك ما تروحي لهمش، ما سمعتيش كلامي. كفايه بقى، كفايه. احمد طلعني. يا لهوي، طلعني بسبب كلامك ليا وشحنك فيا وشحنك لينا كلنا. انت ليه بتعملي كده؟ ليه مش بتحسي ان كلامك بيقطع الواحد من جواه؟ ليه مش بتشوفي ان انت من ساعه ما دخلتي البيت ده وانا مقسومه نصين، نص بينك وبين جوزي وابني؟ ليه كل كلمه بقولها بقيت بدافع بيها عنك؟ ليه؟ يا بنتي انا كنت عايزه مصلحتي. دي مصلحتي، ده اللي انت كنت عايزاه. اهل احمد كانوا مفهمينه على فكره ان احنا كل يوم كنا معاهم، بس انا اللي كنت غبيه. انا اللي كنت بقعد اتشحن منك واروح اولع فيه، وادي النتيجه، بيتي اتخرب، بيتي اتخرب.